راني جبت لكم مملحات المقله يوجدوا معاكم في اسرع وقت، يعني لو كنتم مزروبين وما عندكمش الوقت هذه العجينه توالمكم، يعني ما تستناوش كامل تخمروا البنه دايره حاله لهنا كيما راكم تشوفوا. صحه رمضانكم. نقول لكم اول حاجه ونبداو في الوصفه تاعنا اللي احنا نحتاجوا فيها كاس تاع الحليب مع نص كاس تاع زبده، لازم يكون ذايب وبارد. نزيدوا معها مغرفه تاع الملح، عندكم مغرفه احشاب عطريه اختياري ومغرفه صغيره تاع خميره الحلويات. من بعد واش راح نديروا؟ راح نليموا كلش بالفارينه باش نتحصل على عجينه اللي تكون طريه لهنا وما تلصقش في اليدين. من بعد راح ندخلوها تروبوزي لمده ربع ساعه باش هكا تقدروا تحلوها وتوجدوا لافورس من الجهه. لافورس تاعي تقدروا ديروا اي عفسه اللي تحبوها. وفي مقله اللي فيها شويه تاع الزيت تكون سخونه نضيفوا حبيبه تاع البصل تكون مقطعه بتيدين، كارميليزيوها كامل مليح لهنا باش هكا تطيح وتتبال. نضيفوا الكميه تاعنا تاع دجاج مفروم او اللحم مفروم اختياري. وباش نزيدوا البنه لافورس تاعكم انا زدت فروماج اوكي راح يزيد البنه ويخليها يعني تجيكم مشمخه ما تجيش كامل ناشفه بما انه فري فروماج. ومن الجهه واحده اخرى تكون درت لها فلفل اسود والملح. تجيبوا هذيك العجينه تاعكم تحلوها بالحلال. من بعد راح نقطعوا على شكل شرائح يكونوا هكا متساويين باش يجيكم حبيبات كامل كيف راح نتروليهم بهذا الشكل. هذا الشكل الاول اللي استعملتوه تاع الكورني. راح نتقلوهم من بعد تفرسيهم باي عفسه لهنا بهذيك لافورس، ولا تقدروا ديروهم فروه اللي حزيد لهم لاموز بولي ولا لاموز دو طون. بالنسبه للشكل الزاوج انا درتو ستيل البوره كيما راكم تشوفوا. مام هو راح نتروليوه من بعد راح نتقليوه باش هكا الوصفه تاع اليوم تكون واجده. ان شاء الله عجبتكم وصفه اليوم، خفيفه ظريفه سورتو بنينه.